بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. رب السماء يؤتيك فرحا بدل الغم الذي قاسيته. سفر طوبيا عدد 20:7. رسالة النهاردة من أم النور، أمنا الحنونة، أمنا العذراء مريم، جاية بتطمنك وبتقولك ابني الغالي ما تخافش، اطمن. دمعتك دي اللي نازلة على خدك ربك هيمسحها لك، وفرحتك اللي انت مشتاق ليها هيديها لك، والأخبار الحلوة اللي انت مستنيها جايالك جايالك. بس انت سيب كل حاجة على اللي عمره ما سابك، سلم ليه حياتك وانت مقتنع بيه ومصدقه وواثق فيه جدا. اوعى تشك. عارف لما تثق فيه ايه اللي هيحصل؟ اقولك ايه اللي هيحصل. فجأة بدون مقدمات هتسمع خبر انتصارات، هتسمع اخبار مفرحة لقلبك، وهتشوف بعينيك ايد ربك اللي هتشتغل معاك، لدرجة كل اللي حواليك هيتعجبوا وهيمجدوا ربنا، لانهم هيشوفوا ايده بطريقة ملموسة جدا ومرئية قوي في حياتك كلها بكل ما فيها. اوعى تخاف، اوعى تشك، اوعى تقلق، لانه هيتدخل وهيتصرف، هيملى حياتك بالفرح والاستجابات اللي هتسعدك جدا. فعلا هتتحقق معاك الآية المكتوبة في سفر طوبيا عدد 20: رب السماء يؤتيك فرحا بدل الغم الذي قاسيته. فعلا هيجيلك الفرح، هيجيلك الخير، هيبعتلك إلهك الحلول الكتير اللي ما تخطرش أبدا على بال بشر. هيعوضك عن كل خسارة، هيعوضك عن كل لحظة انت حزنت فيها، وعن كل لحظة انت كنت فيها تعبان ومهموم ومش عارف تروح فين ولا تيجي منين، ولا عارف تتصرف ولا تعمل ايه. هو عارف كل ده وهيعوضك، هيعوضك بأيام كتير مليانة سعادة وفرح وراحة وجبر، زي ما عوض سارة بنت رعوئيل عن الأيام الكتير اللي عاشتها في إهانة وذل ومعايرة وكسرة وحزن. ربنا بنفسه سمع صلاتها وصلاة والديها وما هنش عليه أبدا إن عدو الخير يتسلط عليها. أنقذها، نجاها، فرحها، وعوضها أضعاف أضعاف كل اللي مرت بيه وكل اللي عاشته. عوضها كل حزن، عوضها كل خسارة، عطاها النصرة، عطاها الغلبة، علاها ورفعها وما هنش عليه أبدا. بعت ليها ملاك الفرح، ملاك الله رفائيل مع طوبيا وأنقذها. ومن أعمال ربنا الجميلة والعظيمة اللي عملها مع سارة وطوبيا، أبوها رعوئيل وأمها شكر ربنا من كتر الفرحة اللي كانوا فيها، وقالوا لربنا: نباركك أيها الرب إله إسرائيل، من أجل إنه لم يصبنا ما كنا نتوقع، وقد أتيتنا رحمتك وحبست عنا العدو الذي يضطهدنا. آية 17 و18 في إصحاح 8 من سفر طوبيا. شايف أعمال ربنا؟ شايف حبه لولاده والرحمة اللي مالية قلبه؟ انت كمان، انت فكرك ان ربنا هيسيبك ولا انت بعيد عن رحمته ومحبته؟ لا، انت كمان هيتدخل في امورك وظروفك. اتأكد مهما كان حالك ربك هيتمجد معاك وهيشتغل وياك وهيفرحك وهيتصرف وهيخلق ليك الحلول، هيخلق ليك المخرج، هيخلق ليك الطريق، هيخلق ليك طريق جديد
وحياة جديدة، هيفرح قلبك وهيؤتيك برحمته وهيبعد عنك كل أذية وكل عدو. المهم مهما كانت ظروفك ومهما كان وضعك صعب ومهما كانت دنيتك معندة، مش هيسيبك وهيفرحك وهيتدخل في أمورك، بس انت سيبها عليه وما تفكرش أبدا في شيء. اوعى شيء يشغلك، لأنه هو مشغول بيك، ده انت شغله الشاغل، وكل اهتمامه يبقى ازاي تقلق ولا ازاي تفكر ولا ازاي تحسبها كتير، وهو بيدبر ويخطط بأحسن بكتير من اللي في فكرك ومن اللي في بالك. ما تخافش، يسوع بيحبك وهيدخل الفرحة لحياتك ولقلبك. المهم إنك دايما تفضل مطمن ومش شايل هم أبدا. عيش مبسوط وفرحان وما تخافش من شيء طول ما انت في حمى يسوع وفي ظله، لأنه هو الوحيد اللي يعرف يحتويك بكل ما فيك، لأنه ببساطة عارفك كويس، ما انت صنعة يديه وبيحبك، بيحبك موت زي ما انت على حالك يعني. بيحبك مهما عملت ومهما كنت، هيفضل قريب منك وهيفضل عايز ليك الخير والفرح دايما. هو الوحيد كمان اللي عنده كل طلباتك، ولما يديك لا يمكن في يوم يعايرك ولا يأذيك بكلمة. انت عارف الناس تفضل تلوم وتعاتب وتعاير كمان، لكن يسوع هو الوحيد الحنين أبو قلب طيب، هو الوحيد اللي محتويك كلك على بعضك بكل أحوالك، وماشي بمبدأ واحد: محبة أبدية. أحببتك من أجل هذا أدمت لك الرحمة. آمين. ربنا يفرح قلوبكم، يعطيكم سؤالكم، يملى حياتكم بالفرحة والخير والسلام بشفاعة أمه، أم إله القدرة، أمنا العذراء مريم كنز النعمة، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة أمير الشهداء الجدع قوي أبو دم حامي سريع الندى، اللي مش بيتأخر أبدا عن أي حد ينده عليه وينادي عليه ويقوله: الحقني يا ماري جرجس يا روماني. قناة البطل الروماني.